الأمير الوليد بن خالد بن طلال اللي لقبوه بالأمير النائم كان عايش في غيبوبة دامت 20 سنة، وده بعد حادث سير مروع حصل وقلب له حياته تماما. والقصة بدأت سنة 2005. الوليد شاب سعودي من عائلة آل سعود، وكان لسه في عز شبابه وعنده 18 سنة، وكان طالب متفوق في الكلية العسكرية بلندن، وكان زي أي شاب كان عنده طموح لحياته. بس للأسف في يوم وهو سايق عربيته مع أصحابه بسرعة زايدة حصل له حادث سير مروع جدا، فالعربية اتقلبت بيه، ومن بعدها الوليد اتعرض لإصابة خطيرة في دماغه. حصل له نزيف حد خلاه يدخل في غيبوبة عميقة جدا دامت ل20 سنة. المهم ان من وقتها نقلوه على طول لمستشفى التخصصي بالرياض، والدكاترة حاولوا ان هم ينقذوه قدر الامكان، بس قالوا ان حالته صعبة جدا وشخصوها بموت دماغي جزئي، وتوقعوا ان هو مش هيعيش يومين بالكتير. بس عيلته بالذات ابوه الامير خالد بن طلال ما استسلمش. الامير خالد وقتها قرر ان هو ما يفصلش الاجهزة عن ابنه تماما، وقال ان لو ربنا كان عايزه ان هو يموت كان مات وقتها في الحادثة، بس انا مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحيي ويميت، وعلشان كده أنا ابني لسه مازال عايش. وبعد وقتها جاب فريق طبي من أمريكا وإسبانيا في 2017، وده علشان يحاولوا إن هم يوقفوا النزيف اللي عنده، بس للأسف ما كانتش فيه نتيجة كبيرة، والوليد فضل في غيبوبة وكان متوصل بأجهزة التنفس الصناعي والتغذية الأنبوبية. يعني جسمه كان عايش لكن دماغه كانت في حالة شبه متوقفة. كان ميت وعايش في نفس الوقت. ميت لأن كان جزء كبير من دماغه توقف عن العمل وما كانش عنده وعي أو حركة حتى إرادية زي الناس العادية. وعايش لأن قلبه كان لسه بيدق وجسمه بيتنفس بمساعدة الأجهزة. طب كان بياكل ويشرب ازاي علشان نشوفه بالشكل ده؟ الوليد ما كانش لا بياكل ولا بيشرب زي الناس العادية، لأنه كان في غيبوبة، يعني ما كانش حتى بيقدر ان هو يبلع أو يتحرك، فكانوا بيدوله التغذية بتاعته عن طريق أنبوبة متوصلة من الأنف مباشرة للمعدة من جدار البطن. والخليط الغذائي ده كان سائل وكان فيه كل حاجة جسمه كان محتاجها من بروتينات وكربوهيدرات ودهون وفيتامين ومعادن، وكانوا باستمرار بيدوله المية والمحاليل علشان يفضل مترطب. ووقتها الدكاترة والممرضين كانوا بيراقبوه كويس جدا يوميا علشان يتأكدوا ان الكلى والجهاز الهضمي عنده شغالين بشكل سليم، ويظبطوا الكميات حسب حالته. وفي 2016 عيلته قررت تنقله لبيتهم وحولوا غرفته لجناح طبي كامل بكل الأجهزة اللي ممكن يحتاجها زي التغذية الأنبوبية أو التنفس الصناعي. وعيلته كانت بتعامله بمنتهى الاهتمام، وأبوه كان بيزوره يوميا وكان دايما بيبوس راسه وبيمسك إيديه وبيشارك صوره وفيديوهاته على منصة إكس، وده علشان يبين إن الوليد لسه عايش وفيه أمل. وفي 2019 عمته الأميرة ريما بنت طلال نزلت فيديو أثار ضجة كبيرة جدا، والفيديو ده كان بيبين إن الوليد بيحرك راسه يمين وشمال، وكتبت الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد حرك راسه من الجهتين، والناس وقتها لما شافت الفيديو ده وشافت كلامها حسوا بأمل كبير جدا، لأن دي كانت أول إشارة استجابة واضحة بعد 14 سنة. وكمان في فيديوهات تانية بينت إنه كان بيحرك صوابعه أو رجله لما حد كان بيتكلم معاه. وفي يوم واحدة راحت علشان تزوره وطلبت منه إنه هو يرفع إيديه، وهو فعلا رفع إيديه، والحركة دي رغم إنها صغيرة ادت أمل كبير لعيلته جدا والناس اللي حواليه. إلا إن في 2007 الوليد كان مصاب بنزيف في الرئة وكانت حالته خطيرة جدا، بس الدكاترة نجحوا إن هم يسيطروا عليها، بس برضه للأسف فضل في غيبوبة لحد 19 يوليو 2025، لحد ما الديوان الملكي أعلن وفاته عن عمر 35 سنة. وأبوه بكل حزن وأسى نزل على منصة إكس وقال: أنا راضي بقضاء الله، البقاء لله وحده في ابني الوليد. وفي النهاية قصة الوليد كانت رمز للصبر والإيمان، وعيلته وخصوصا أبوه اتمسكوا بالأمل لسنين طويلة، ده غير ان حكايته لمست قلوب ناس كتيرة جدا ودعوا له بالشفاء. وفي النهاية قصة الوليد بن خالد الملقب بالأمير النائم ما كانتش مجرد حكاية شاب قضى 20 سنة ما بين الحياة والموت، لكنها درس كبير جدا في الصبر والإيمان. عيلته بالأخص أبوه وقفوا في وش المستحيل متمسكين بخيط أمل رفيع، ومع كل حركة بسيطة منه كانوا بيجددوا إيمانهم إن الغيبوبة دي ممكن تنتهي. البقاء لله في الأمير الوليد بن خالد بن طلال.